انا الحقيقه محترم تماما حق كل اصدقائي الشخصيين او اللي موجودين في اي تيار من هذه التيارات الذين لا يقفون معي الان في الانتخابات، واعتقد ان لديهم وجهه نظر انا مختلف معاها، اراها خطأ يحتمل الصواب، وارى وجهه نظري صوابا يحتمل الخطأ. يحتمل الخطأ. وعلاقتي الانسانيه والسياسيه بيهم مستمره، ومش هضحي بناس عمري معاهم 40 سنة عشان شهرين الانتخابات حتى لو تفاوتنا في الرأي. لكن اللي عاوز الفت النظر له في هذا الأمر إن بعض الشرفاء موجودين في حملة المشير السيسي، ده حقيقي. يعني حملة المشير السيسي صحيح فيها ناس شرفاء صحيح ووطنيين وأنا بحترمهم جدا، لكن ما ينبغي التنبيه له إن كل رموز الفساد موجودة في حملته. في حملته ولا بيأيدوه؟ لا، لأن في فرق. الاثنين في حملته وبيأيدوه، الاثنين، وأنا أعني معه. حملة المشير السيسي نفت إنه يكون ليها أي مندوبين موجودين في أي شهر عقاري، و ربما يقول قائل إنه الناس اللي واقفة على أبواب الشهر العقاري دي ناس بتحاول التقرب إلى المشير، بما إنه ده جائز جائز جدا. ممكن يكون حملة المشير السيسي كلامها دقيق بنسبة 100%، بس أنا بتكلم عن ظواهر اجتماعية وسياسية. الآن في مرشح يقف معه شباب أصيبوا في تظاهرات من أجل هذا الوطن في 25 أو في 30، وبيحلموا بحقهم في إقامة دولة العدل، العدالة الاجتماعية والديمقراطية والاستقلال الوطني. وفي مرشح الواقفين باسمه حتى لو بدون أي تنسيق معاه هم القوى القديمة اللي الشعب ثار عليها. طيب علينا أن احنا نمارس نوع من الخيار الآن.